بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين. أعزائي المشاهدين الكرام، وصفتنا اليوم كيفية تحضير الملوخية. فيه قدر على نار نكشن بصل وثوم بزيت زيتون أو السمنة، ونزيد عليه لحمة، ونزيد عليها فلفل أسود، كزبرة ناشفة، كمون، ملح، ونكشنها مضبوط، ونقفل عليها قدر الدخل لمدة نصف ساعة لين تستوي. بعد ما استوت اللحمة ناخد الملوخية نقطفها ورقة ورقة، ونغسلها بموية مظبوط 5 مرات أو 7، ونخليها تنشف، وبعدين نخلطها في الخلاط الكهربائي. لما طحنا الملوخية في قدر نزيدها على اللحمة ونخليها تنطبخ، ونزيد كمان عليها ماجي، ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، ونخليها تستوي لمدة 15 دقيقة. وبعد مرور 15 دقيقة ها هي الملوخية جاهزة. وفي نفس الوقت نحط الرز الأبيض يستوي هو كمان على النار لمدة 15 دقيقة. بعد ما استوى الرز نغرف الملوخية في زبدية، وكمان نغرف الرز الأبيض، ونقدم الكل مع البطاطس المقلية، وبألف صحة وعافية.